ازيك يا فلافيلو؟ عامل ايه؟ هتروح عيد ميلاد سيمبا النهارده يا فلافيلو؟ ايوه طبعا هروح، ورايح دلوقتي اجيب له هديه. وانا كمان رايح اجيب له هديه يا فلافيلو. يلا باي باي، نتقابل هناك. يلا يا سيمبا يا ابني، اصحى من النوم علشان عيد ميلادك النهاردة. كل سنة وانت طيب، ونلحق نعمل الحاجات بتاعة عيد ميلاد. صباح النور يا ماما، انا صاحية اهو، خلاص هقوم. حاضر. يلا يا حبيبي علشان نجهز لعيد ميلادك. افطر علشان تروح لبابا وتجيبوا التورتة وتجيبوا كمان الزينة علشان نعلقها علشان عيد ميلادك يا حبيبي. الله، انا متحمس جدا جدا يا ماما. يا ام سيمبا، انا جبتلك الحاجات كلها اللي انت عايزاها وحطيتها انا وسيمبا جوه في المطبخ. شكرا شكرا يا ابو سيمبا، هجيب سيمبا دلوقتي ونجهز كل حاجة. ايه رأيك بقى يا سيمبا في الحاجات الجميلة دي؟ حلوة قوي 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 يا ماما، وانا مبسوط جدا، واصحابي كمان هيتبسطوا قوي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ولسه كمان لما التورتة نحطها هتبقى جميلة قوي. انا هدخل يا سيمبا اعمل شوية حاجات في المطبخ، وانت خليك هنا علشان لو صحابك جم. حاضر يا ماما، انا جاهز وقاعد مستنيهم همت على ما ييجوا. يا سيمبا يا سيمبا، احنا جينا انا وفلافيلو. تعالى يا سونيك يا صاحبي، تعالى يا فلافيل، اتفضلوا. كل سنة وانت طيب يا سيمبا، اتفضل هديتك. كل سنة وانت طيب يا سيمبا، اتفضل هديتك. كل سنة وانت طيب يا سيمبا، اتفضل هديتك. اتفضلوا يا ولاد، شكرا شكرا ليكوا. جبتلي سكوتر من ده يا سونيك، بس انا كنت عايزه من اللي هو بيفتح. عيب يا سيمبا كده، ويلا خد الهدايا من صحابك علشان نجيب التورته. حاضر يا ماما، ماشي. شفت التورته الجميله بتاعتي يا اصحابي؟ عليها باتمان كمان. جميلة قوي يا سيمبا، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا سيمبا يا ابني. وانت طيب يا بابا. شفت يا بابا سونيك جاب لي ايه؟ جاب لي سكوتر، بس انا كنت عايز سكوتر من اللي هو برجلين. عيب يا سيمبا يا ابني، نتكلم في الموضوع ده بعدين. يلا يا سيمبا، يلا عشان نقطع التورتة وناكلها، وبعدين تطلعوا تلعبوا في الغابة مع بعض شوية. مش هينفع يا عم، وانا اسف علشان انا لازم اروح لاني اتأخرت. ليه يا سونيك يا ابني؟ خليك معاهم والعب معاهم برا. انا اسف يا عمو، اتأخرت ولازم اروح. ما تزعلش من كلام سيمبا يا سونيك. يا سيمبا يا سيمبا، استنوني انا جيت. اتأخرت ليه يا نمور؟ يلا بسرعة علشان هنقطع التورتة. عيد ميلادي كان حلو قوي يا بابا انت وماما، وانا اتبسطت جدا ان اصحابي جم وقضينا عيد الميلاد مع بعض. شكرا ليكوا يا بابا انت وماما علشان فرحتوني. بس احنا زعلنا منك قوي يا سيمبا. ليه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ ايوه يا سيمبا، ما ينفعش حد من صحابك يكون جايب لك هدية وانت تقوله لا مش حلوة وكنت عايز واحدة تانية. احنا نتبسط ونفرح بالهدية مهما كانت. ممكن صاحبنا يكون مش قادر ان هو يجيب غير دي، مستني منك ان انت تتبسط قوي بالهدية اللي هو جابها. انت لما تقوله انا مش عايز دي وعايز دي، هو هيزعل قوي. انا اسف يا ماما، انا دلوقتي خلاص عرفت غلطي، وانا اسف. انا بالعكس مبسوط جدا بالهدايا اللي صحابي جابوها لي. يا سيمبا لازم تشكرهم وتعرفهم ان انت مبسوط جدا بالهدايا اللي جابوها. حاضر حاضر يا بابا. ممكن يا ماما اطلع العب بالسكوتر شوية قدام البيت؟ الجو بالليل خلاص يا سيمبا، يلا علشان ننام. حبة صغيرين بس يا ماما. ماشي يا سيمبا، بس ما تبعدش عن البيت. الله، السكوتر جميل جدا، انا هفضل العب بيه هنا شوية. الفيديو خلص النهاردة يا اصحابي، استنوني في المرة الجاية انا بلعب بالسكوتر، وشوفوا ايه اللي هيحصل معايا والسكوتر هنلعب بيه ازاي. باي باي يا اصحابي يا حلوين، وما تنسوش لو اي حد لكم هدية لازم تشكروه كويس قوي، وتوروله قد ايه انت مبسوط بالهدية وانه تعب نفسه وجاب لك الهدية لحد عندك، وتشكره كمان انه جه وفرحك.
يلا باي باي يا أصحابي، وأشوفكم في الفيديو بتاع السكوتر.